السلام عليكم كبيدات، لاباس عليكم بخير؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال نتوما وعائلتكم. عواشركم مباركه، يدخل عليكم هذا الشهر الكريم برزق الوفير وبالصحه والسعاده والهنا ومغفره الذنوب. كما كتلاحظوا اليوم فيديو مختلف. لا بلوبار ديال القنوات في هذا الشهر المبارك كيبارطاجيو معكم التحضيرات ديال شهر رمضان، فانا العائق اللي عندي هو الثلاجه. واغتنمت هذه الفرصه ديال هاد العواشر كيكونوا دي بروموسيون في كاع المحلات. قررت انني ناخذ الثلاجه باش حتى انا غادي نحضر شي هوات ونحطهم فيها. كما كتلاحظوا في الدار ديالي راه البلاصه المخصصه لمكان الثلاجه جاتني بلاصه كبيره والثلاجه ديالي صغيره. فقررت انني ان شاء الله غادي نشري ثلاجه تكون في نفس ليسباس اللي مخصصينه الثلاجه، باش تجيني هي هذيك من القنت حتى القنت، يعني من الحيط حتى الحيط، تكون شويه كبيره اللي تقدر انها تسع ليا داكشي اللي انا كنحتاج في رمضان، شي هوات، وتكون المهم تاسعه لا من ناحيه الثلاجه ولا من ناحيه المجمد. فمشينا لبزاف ديال المحلات وما اقتنعتش بالاثمنه. انتم كما كتلاحظوا اثمنه شويه طالعين، ولكن مشينا لالكترو بلانيت. لقينا تخفيض شيئا ما، يعني كاين واحد البروموسيون. غير هو اللي الاشكال اللي لقيت هو العبارات. فالعبار اللي انا عندي في الكوزينه يا اما كنلقى اكبر منه او لا صغر. بالنسبه للاثمنه راه دايرين بروموسيون، بحال هاد الثلاجه هذه كانت ب 16000 درهم، رجعوها غير ب 12000 درهم. المهم نتوما على حساب لا مارك اللي نتوما باغيين، على حساب ليسباس، على حساب واش بغيتوها كبيره عريضه طويله. المهم كاين لو شوا صراحه، وحتى الاثمنه ما غاديش نقول في المتناول، ولكن كاين بروموسيون بالمقارنه مع محلات اخرين. فانا لقيت الكترو بلانيت ارخص. صراحه لفتت لي الانتباه بزاف هاد الثلاجه. كانت اون برومو، راه كانت في الاول دايره تقريبا واحد 13000 درهم و999، وهبطوها ل10000 درهم و999. ثمن جد مناسب، عجبني بزاف. راه طيحوا منها تقريبا 2000 درهم. بالنسبه للعبار كان خاصنا كلكو سنتيم نقصوهم من الرخامه باش تجيني هي هذيك ايكونوميك، ما كديرش الصوت مجهد. هانتوما كما كتلاحظوا الكاباسيتي ديال الكونجيلاتور فيه 140 لتر، وبالنسبه للثلاجه فيها 435 لتر. يعني المجموع ديال الثلاجه كامل هو 570 وقيله 570 لتر. المجمد ديالها كبير صراحة، يهز تبارك الله. يعني الا غادي ندير بحال هكا شي هواز لا نام ولا بسيطلات او لا المسمن. فالكونجيلاتور ديالها كبير، راه ما يهز تبارك الله. الثلاجة حتى هي من الداخل تبارك الله كبيرة. واللي عجبني اكثر هو الثمن ديالها طيحوا فيه بزاف، ولا مارك ارتور مارتن راها غنيه عن التعريف. هانتوما كما كتلاحظوا البنات، فراها تبارك الله ما شاء الله كبيره الثلاجه. ما كنديرش اشهار الالكترو بلانيت، انا ديجا فايته متعامله معاهم، واخده من عندهم بزاف ديال المسائل. اللي كيعجبني في الكترو بلانيت هو سيرفيس ابري فونت، يعني اي مشكل وقع لك في الجهاز اللي غادي تاخدي من عندهم، السيرفيس عندهم رائع جدا. تيجيو تيشوفوا معاك المشكل وكيحاولوا يصلحوه. هانتوما كتشوفوا لي زاكسيسوار اللي كاينين في الثلاجه، هنا بلاصه الخضر والفواكه. دايرين هاد لاكسيسوار بحال دابا الا بغيتي تهوي داك المجوره ديال الخضره. كاين المجر اخر ديال اللي كيخلي المواد بحال هكا اللحوم اولا الكفته اولا الحوت كيحتفظوا بديك الطراوه ديالهم، وما كتخرجلكش الريحه للثلاجه. هانتوما كتشوفوا المجوره ديال الباب تبارك الله، راه فيها بزاف ديال لي تيغوار اولا دوك المجوره. صراحه عجبتني بزاف، وقررت انني هي اللي غادي ناخذ. هانتوما كما كتلاحظوا بالمقارنه مع الثلج اللي حداها، تبارك الله هي عاطيه للعين. وغادي يخصني غير كلكو موديفيكاسيون عندي في الرخامه ديال الكوزينه باش غادي نقصوا منها، وغادي نتوكلوا على الله وغادي نكومونديوها باش غادي تجينا للدار. بقاو معايا الى اخر الفيديو، غادي ندير معكم جوله تشوفوا دوطخ مارك، تشوفوا لي بروموسيون اللي كاينين، الاثمنه اللي كاينين، وغادي ننتقل بكم للمنزل ديالي.
غادي نوريكم سيرفيس ملي غادي يجيبوها ليا حتى للدار، هما اللي غادي يتكلفوا، غادي يجيبوها، غادي يطلعوها حتى للكوزينه، غادي يمونطيوها. اللي نسيت ما قلت لكم هو انه لافونتاج اللي زايد في هذه الثلاجه هو انني نقدر نحول الباب، ما غاديش تبقى تحل من جهه اليسار، غادي تولي تحل من جهه اليمين. ها هما السيرفيس ديال الكترو بلانيت وصلوا عندي حتى الباب داري، وما اللي تكلفوا كما قلت لكم طلعوها لي حتى الكوزينه، مونطاوها، حولوا الباب ولا تتحل من الجهه المعاكسه. غادي نوريكم كل شيء من بعد ما غادي نستاليوها في بلاصتها. غادي نفتحها وغادي نضيفها معاكم وغادي تشوفوها كيفاش بالداخل. واحد لافونتاج هنا راه يلاه طلعوها مازال محطوطه في بلاصتها. يلا حيدوا لها لي بواني ديال الباب باش غادي يحولوه كما كتلاحظوا، راه حيدوا لها لي بواني. غادي تولي الباب تحل بلو سونس كونطخيغ كما قلت لكم قبل. هذه هي الثلاجه اللي عزلت وشاركتها معكم في المحل. هنايا من بعد ما حولوا ليها الباب كما كتلاحظوا، غادي تولي تحل الباب من لوطخ كوتي. هنا مازال ما برونشيناها، راه البريز ديالها باقي. قالوا لنا من الاحسن نخليوها واحد 24 ساعه حتى هذاك الغاز ديالها يتبت مزيان. غادي تبان لكم واحد النقيشه، واحد الضريبه في الباب. هذيك جات من لا ميزون، جات من عندهم مضروبه. باش قلت لكم انا كتعجبني الكترو بلانيت في التعامل ديالهم. سيرفيس عندهم غزال. صافي قالوا لي ماشي مشكل، غدا غادي نبدلوا لك الباب ديال الكونجيلاتور. وبالفعل لا غدا عليه جاو سيرفيس وجابوا لي باب اخر جديد، وحيدوا هذا اللي فيه ديك الضريبه وركبوا لي باب جديد اخر. وكنت فريمون ساتيسفيت. هذه بلاصه لي كلاصون كما كتلاحظوا، انا حيدتها لان واخده لي ليسباس باش نستافد من هذيك البلاصه ديالها. صراحه ما غاديش نحتاجوا لي كلاصون، ما كيتحتاجوش بزاف. باش نستغل المساحه كامله ديال الكونجيلاتور. وهذه الثلاجه من الداخل كما كتلاحظوا. بالنسبه لها ديناميك اير البنات، راه واحد لوبسيون اللي زوينه بزاف الثلاجه. اي حاجه درتوها في الثلاجه وكانت فيها الريحه كتابسوربا، ما كتبقاش هذيك الريحه كدور في الثلاجه. يعني هذيك ديناميك اير هي اللي كتحاول انها تجدد لك دائما الهواء اللي في وسط من الثلاجه. كيبقى يعني الريحه ديال الماكله ما كتبقاش كدور عندك نهائيا في الثلاجه. وجربتها، كنت شريت مطيشه وفيها الريحه ما عرفتش واش ديال الدواء ولا ما نعرف، المهم الريحه ديال المطيشه مجهده بزاف. ودرتها غير في الغونجمون ولا في واحد الشبيكه وحطيتها تما في الثلاجه. في الاول كنحل الثلاجه كنشم الريحه، ميم با واحد 30 دقيقه وليت نحل الثلاجه ما كاينش الاثر ديال الريحه نهائيا. يعني هذيك لوبسيون ديال ديناميك اير كتابسوربي كاع الروائح اللي كاينين في وسط من الثلاجه. يعني ما تخافيش انه حاجه تطلق لك ريحه في حاجه، ما كايناش هاد القضيه. انتم كما كتلاحظوا المجوره ديال، المهم هادشي راه بارطاجيته معكم من المغازان، وكما شفناها في المغازان راها وصلتني الحمد لله. جربتها لمده شهر. الكونسوماسيون ديالها بالمقارنه مع الثلاجه الاولى اللي كانت عندي، هذه ما كتكونسومي والو صراحه. الثلاجه الاولانيه واخا كان الحجم ديالها صغيره كانت فيها يلا 300 لتر وكتكونسومي لينيرجي بزاف. هذه رائعه جدا الحمد لله والشكر لله، ما ندمتش عليها. راه هذيك الضريبه هي اللي في الجنب، راه تكون بانت لكم. المهم راه هذاك الباب تبدل والثلاجه ولات نيكال. هنايا السطل وجدت فيه الماء، شيفونه نقيه والخل الابيض. هاد الشيء باش غادي نمسح الثلاجه كامله. من الاحسن نمسحوها قبل ما تستعملوها لان كتكون فيها الغبره، ومنين غادي تعاودوا تخدموها هذيك الغبره كتدير لكم دي طاش كحل في الثلاجه اللي مع الوقت ما كيبغيوش يتزولوا. فمن الاحسن منين تشريو ثلاجه جديده حاولوا تمسحوها بالماء والخل الابيض فقط. مسحوها مزيان وخليوها واحد 24 ساعه حتى يتبدل الغاز ديالها مزيان، عاد خدموها. هنايا غادي نبارطاجي معكم. غادي نحيد السكوتش، غادي نحيد دوك الكراطل الفرشي اللي دايرين بروتيكسيون للثلاجه. هذه ديال الثلج حتى هي راه قلت لكم راني زولتها ما خليتهاش باش نستافد من المساحه ديال الكونجيلاتور كامله. صافي من بعد ما غادي نزول السكوتش للثلاجه غادي نبدا نمسح وغادي نشف. هانتوما كما كتلاحظوا حتى هادوك الزاجات دايرين لهم سكوتش
المهم ديري لها الحمايه الكامله. هيا من بعد ما زولت السكوتش وزولت كلشي كيفاش كتجي. هانتوما هذيك الكحوليه اللي قلت لكم ديال الغبره ضروري خاص تمسح. ما عرفتش واش باينه لكم مزيان، ولكن انا راه كانت باينه ليا في الواقع. من بعد مسحتها ما بقات حتى حاجه. هادشي باش من الاحسن اول استعمال تمسحوها بالماء والخل. الخل راه تيعقم. وما ديروش شي معطر اولا سانيكروا باش ما تبقى لكمش الريحه في وسط الثلاجه. هذا ما كان صافي. هنايا هذاك تيغواغ ديال الثلج كما كتلاحظوا كيجي على هذا الشكل، وانتم لكم الحريه تقدروا تحولوه في الوسط في الجنب، راه كيتحرك كلشي هو. بغيتو تحيدوه راه كيتحيد. انا حيدته صافي. منين كتعمري هذيك بالثلج وكتيجمد الماء راه بسهوله غير كدوريها تيهبطوا لك دوك المكعبات ديال الثلج. صافي تنمسح على هذا الشكل هكايا. ما بقات لا كحوليه لا غبره لا حتى حاجه. انتما كما كتلاحظوا هي راه نقيه، غير الوسواس ديال النقا اللي فينا الله يسمح لينا وصافي. غادي نستمر في التنظيف ديالها على هذا الشكل، وغادي نبارطاجي معكم النتيجه النهائيه ديالها. هانتوما كما كتلاحظوا ثلاجه رائعه جدا. دعيو ليا بالتيسير وبالرزق، وربي يسخر ليا فيها، والله يرزق كل واحد في نيته انه يدير شي حاجه شي اضافه في دارو. انا كنتمنى من كل قلبي ربي اتيكم اي حاجه كتمنوها بخاطركم وهاد العواشر. فرحت بزاف صراحه. كنفرح ملي كنزيد شي حاجه في داري. الحمد لله والشكر لله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. شكرا لكم بزاف البنات على التتبع ديال الفيديو حتى الاخير ديالو. الى عجبكم ديروا لايك، بارطاجيو مع الاحباب ديالكم الاصدقاء ديالكم اللي في نيه ديالهم انهم يشريو شي ثلاجه مستقبلا. وشكرا لكم بزاف، ولا لا يخطيكم، والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.